ركلة ترجيح ال15 بين الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي كأس الاتحاد الأفريقي على أمور مشتعلة بالملعب. ركلة الجزاء ال15 سجل 14 وهيدي ضاعت من الزمالك. في فيديو قبل هيدا، والله هلا بجيب لكم اللقطة لأني عم سجل كذا فيديو قد ما سددوا، كنت عم بقول خايفان منه ما بعرف. وحارس الاتحاد العاصمي كان عم يلعب على أعصابه. حارس الاتحاد العاصمي وحش يعني، سدد عليه 8 ركلات ترجيح، نط على 5 منهم أو 6، رغم إنه ما تصدى بس كان عم بيروح على كل الركلات. بعد 15 ركلة الزمالك يضيع ويهدر أول ركلة له بعد 8 تسديدات. هلا تسديدة الثامنة لاتحاد العاصمة، ان سجل اللقب إلى الجزائر. ان أهدرت ركلة الترجيح، لك كيف ضاعت بطريقة اجت عندي هون. ان أهدرت يتأجل الموضوع، ان سجلت اللقب جزائري. اتحاد العاصمة بالركلة الترجيح ال16، هل تحسم الأمور؟ اتحاد العاصمة، اوه هدف يا الله، حارس الزمالك صدالة ودخلت. الف مبروك لاتحاد العاصمة الجزائري، الفوز بكأس الاتحاد الافريقي على حساب الزمالك بعد ماراثون ركلات ترجيح. وهارد لك، قبل ما اقول هارد لك لنادي الزمالك، هارد لك لجمهور الزمالك اللي كان عامل هو مباراة رائعة، اللي كان حاشد عشرات الالاف، اللي كان طالع بمظهر ولا اجمل. التيفو بالعربي بداية المباراة كان مرعب. من قلبي هارد لك للزمالك، والف مبروك لاتحاد العاصمة الجزائري. مباراة ماراثونية. النصر قبل دقائق خسر على ارضه، الزمالك ايضا يخسر على ارضه. هذه فرحة جمهور اتحاد العاصمة وخيبة امل عشرات الاف جمهور الزمالك المتواجدين بالملعب، واكيد الملايين حول العالم. مبروك اتحاد العاصمة وهارد لك للزمالك.